السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة حلوة إن شاء الله تنفع غدا. معانا بصلة كبيرة هنقطعها شرايح رفيعة على قدر الإمكان، ومعانا برضو واحد طماطم هنقطعها مكعبات صغيرة بقدر الإمكان، ومعانا فلفل ألوان استخدموا أي لون، أنا كان عندي الأصفر فاستخدمته. رومي بقى أي لون يعني. تمام. طيب ومعانا كمان مهم جدا والوصفة متنفعش من غيره، اللي هو الجنزبيل الفريش، قطعة متوسطة يعني هنبشرها. ومعانا برضو المكون الأخير اللي هو 3 فصوص توم كبار. معانا هنا نص كيلو شرايح من اللحمة البفتيك، آه، اللي هي زي شبه تقطيعة الشاورما كده. وهنحط هنا المادة الدهنية. انا استخدمت هنا الزيت، انتي متاح ليكي تستخدمي سمنة بلدي، تستخدمي دهن متسيح اللي هو الدهن الضاني. اي مكون حطيه عندك بينفع، مفيش مشكلة في الوصفة. انا هنا سخنت الزيت كويس جدا ونزلت بيه على اللحمة دي اول حاجة. واول حاجة والمعلومة دي ان احنا لازم نقلب على اللحمة على نار عالية، علشان نحاول بقدر الامكان نخلي السوائل محتفظة بيها اللحمة وما تنزلش منها. اول ما اللحمة لونها يغير هنزل بجميع الخضار اللي انا عملته. اظن هنا احنا كده الوصفة بتاعتنا سهلة جدا جدا جدا، واي حد مبتدئ في المطبخ هيدخل. معانا هنا بقى، وده المكون الرئيسي في الوصفة دي، اللي هي الجرام مسالة. دي عبارة عن بهارات هندية ممكن تشتريها جاهزة وممكن تتعمل في البيت. انا عامة بعملها في البيت، وهكتب لكم مقاديرها بالظبط في اول تعليق في الفيسبوك، او في صندوق الوصف في قناة اليوتيوب. هحط هنا معلقة برضو كبيرة كاري، يبقى عندنا الكاري والجرام مسالة، وعندنا فلفل اسود وملح. دول الاربع توابل اللي انا هحطهم على اللحمة دي، بس والله هياخدوا اللحمة في حتة تانية خالص. واخر مكون اللي هو القرن الفلفل الحامي، من المميزات المطبخ الهندي اللي هم بيخلوا الحاجة حامية جدا. هم عندهم 3 مكونات أساسيين، اللي هي الشطة، الثوم، الجنزبيل، مهمين جدا في أكلاتهم. معانا معلقة صلصة كبيرة، وهزود لا اما بشوربه لا اما بميه، بس انا بزود بميه لاني بكتفي بالشوربه اللي نازله من اللحمه. بغطي اللحمه بسيط كده، يعني بحط الشوربه كتير او ميه كتير، بغطيها بس بسيط. وبحط هنا معايا ربع كوبايه ميه، عليها معلقه كبيره من الدقيق، ودي ممكن اختياري، ممكن تستغني عنها يعني، بس انا بحب الصوص يكون تقيل شويه. ممكن من معلقه لمعلقتين حسب السمك اللي انت عايزاه من الصوص. وهنسيبها على، هتغلي بقى لغاية لما تغلي على نار عالية، تغلي ونوطي عليها ونسيبها تمام. هعمل هنا معاهم رز بسمتي بالكاري، هحط معلقتين كبار زيت، وهنزل عليهم بمعلقتين صغيرين من الكاري. هسخنهم في الزيت شوية، وبعدين هنزل عليهم بالرز اللي انا كنت غسلاه ونقعاه نص ساعة قبل العمايل، يعني بتفرق جدا في طراوة الرز البسمتي. واحط معلقة كركم، وهقلب واسخنهم على النار شوية، وهنزل عليهم بالمية. الرز البسمتي كل كوباية رز بسمتي بتاخد من كوبايتين لكوبايتين الا ربع مية، حسب لما تغطيهم كده. ما تقلقيش الرز البسمتي مش بيعجن. هحط برضو معلقة ملح على كل كوباية، وهسيبه على نار هادية تماما زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، الرز مفرفر والحباية مش ناشفة ومستوي تماما. ما تقلقوش خالص من تسوية الرز البسمتي. بس اهم حاجة الخطوة اللي انتوا تنقعوه وتغسلوه، تنقعوه نص ساعة قبل ما تعملوه. احنا كده الوصفة بتاعتنا تعتبر انتهت تماما. ما شاء الله اللهم بارك، اللحمة استوت، بتاخد في حدود ساعة الا ربع سوا على نار هادية على البوتاجاز. بنغرفها بقى مع الرز البسمتي اللي احنا عاملينه. بجد بجد وصفة لذيذة قوي، وهيحبوها كل اللي عندكم. وممكن تستغنوا عن الفلفل الحامي وتعملوها من غير شطة خالص. بس بجد البهارات الجرام مسالة حاجة خيال في الطعم بجد والله. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.